صباح الخير وصباحكم كله خير، ويا رب حضراتكم تكونوا بخير. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت لي في القناة. الديك كمان بيصبح عليكم، ربنا يديمكم نعمة كبيرة ليا في حياتي. النهاردة عملت مع حضراتكم النوتيلا السريعة الفظيعة بأقل المكونات. والله العظيم بصي يعني مش هتتكلف التكلفة اللي بنشتري بيها البرطمان بتاع النوتيلا. ما شاء الله القوام كان حلو، كان لذيذ، وكانت رائعة يعني فوق الرائعة بشوية. والله العظيم ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، لايك وشير علشان خاطري. وكمان تعالوا نشوف جبنا ايه والمكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. معايا كوباية من اللبن البودر، كوباية من السكر المطحون، كوباية من كمان البسكوت المطحون، وكمان كوباية من الكاوكاو الخام. انا جبت كوباية او حوالي باكو بسكوت من اللي هو ب10 جنيه، وطحنته في المطحنة او محضرة الطعام، او ممكن تدقيه على ايدك. جبت بقى طبق الازاز القمر ده ورحت نازلة فيه بكل المكونات الجافة معايا، اللي هي عبارة عن البسكوت وعبارة عن اللبن البودر والكاكاو الخام وكمان السكر المطحون. هقلب الجمال ده كله مع بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا، وزي ما قلت لكم ان الطعم رائع بصراحة. والله العظيم 3 فظيعة جدا جدا. هنا بقى هنجيب الخلاط بتاعنا، شغلنا كله هيبقى على الخلاط. جبت الخلاط بتاعي نزلت فيه بكوباية من الزيت، ويستحسن كده ان احنا نجيب نوع زيت يكون كويس ونضيف علشان تديني نفس الطعم بتاع النوتيلا. ومعايا هنا كوباية من المية المغلية، وهنزل عليها بالمكونات الجافة بتاعتي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. بنزل بالتدريج بالمكونات الجافة بتاعتي، وبعدين هبتدي ان انا اضرب في الخلاط. الكمية دي اخدت معايا كوبايتين مية مغليين. نزلت بكوباية الاول على كوباية الزيت، ونزلت بقى بالمكونات الجافة بتاعتي. عليها مكعب من الزبدة، عليها ازازة كده صغنطوطة من ريحة البندق، بتجيبيها من عند العطار. انا جايباها ب15 جنيه. تمام. ومكعب الزبدة طبعا اختياري، لو حابة تحطيه حطيه، لو مش حابة خلاص. بس صدقني هيديها نكهة فظيعة جدا. عليهم ظرف من الفانيليا. وهبتدي ان انا اضرب الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده كله مع بعضه كده في الخلاط. طبعا بنيجي بقى بالاسباتيولا بتاعتنا وبنفتح الخلاط كده ونشيل الحاجات اللي على الجناب بتاعه الخلاط. وزي ما انتم شايفين بالظبط الشرح واضح قدام حضراتكم. معايا كمان كوبايه من الميه المغليه، هنزل بيها بقى بالتدريج. تمام. علشان خاطر كده تلف معايا وتبقى زي القمر. طبعا هتاخد معايا مده ضرب في الخلاط حوالي من 5 ل7 دقايق. طبعا بنفصل وبنشغل تاني علشان خاطر الموتور بتاع الخلاط ما يبوظش. وطبعا خرجت معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا لسه هحطها في التلاجة والقوام بتاعها هيظبط شويتين 3. لو انت بقى حابه تظبطي القوام كمان وتقليه شويه، بتقلي كميه الزيت او بتكتري كميه الزيت. مثلا بنضيف كمان ربع كوبايه من الزيت. بصوا كانت فظيعه جدا جدا، وزي ما قلت لكم كانت رائعه بصراحه. هدخلها بقى التلاجة وحوالي نص ساعة أو ساعة. خرجت معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا أنا ساعة ما جيت أعملها لقيت ولادي بيقولوا لي أبدا ما تعملهاش والنبي، علشان ما تطلعش مش كويسة. وبص ربنا خيب ظنهم. أتمنى لايك وشير.